70% من البنات اللي بيتمرنوا على الكرسي ده بعد شهرين او 3 هيكون عندهم مشاكل عنيفه جدا في الحوض وفي الركبه وفي المفاصل كلها بتاعه الرجل تماما. ليه يا كابتني؟ ايه اللي بيحصل؟ البنات بيعملوا ايه يعني على الكرسي ده؟ الكرسي ده مصيبه قوي كده ومفروض ما يتمرنوهوش. لا، الكرسي ده من احسن التمارين اللي انت ممكن تاخديه لرجليكي. بس تعالي اقول لك الغلطات اللي انت ممكن تعمليها تودي نفسك في داهيه مش تشوفي منه نتيجه. اول حاجه اللي انت بتضيقي رجلك وبتعملي كده وبتقعدي تزقي كده، دي غلطه. الغلطه الثانيه اللي انا بوسع رجلي وبضيق ركبي وببدا اعمل كده. ثالث غلطه اللي انا بحط رجلي 11 عادي جدا وابتدي انزل لحد ما وسطي يبتدي يتقلب. بص وسطي كده، انزل تحت شويه بالكاميرا هتلاقي وسطي طلع من على الكرسي خالص وفي مساحه اهو. طيب لو انت بنت ومحتاجه فعلا تعملي نمو العضلات الرجلين بتاعتك وفعلا تلاقي نتيجه من غير اصابات وفي نفس الوقت تكون نتيجه سريعه، يبقى لازم تركزي كويس قوي. اقف لي هنا بقى كده. اول حاجه مهمه جدا، لو طلعنا رجلينا لفوق هنبقى بنعمل اطاله اكتر للعضلات الخلفيه، ولو نزلناها لتحت وخليناها 11 بمستوى الرجل بتاعتنا هنكون بنركز على العضلات الاماميه. فشوفي انت محتاجه تركزي على ايه وحطي الرجل بتاعتك، ويفضل ان انت كل اسبوع تغيري من فوق لتحت ومن ضيق لواسع. المهم دي كده اول حاجه. تاني حاجه دايما الاساس بتاعي اللي انا بخلي رجليا مستوى الحوض بتاعي وبخلي ركبتي مع الكاحل بتاعي. يعني ركبتي ما ينفعش تبقى لجوه والكاحل لبره او العكس، لا ركبتي والكاحل بتاعي في خط مستقيم. عودي نفسك ان كل المفاصل اللي انت بتشتغلي بيها في التمارين تكون في حذاء واحد، سواء باي تراي اي حاجه. بعد كده بتاكد ان الوسط بتاعي في اخر الكرسي والجلوتس بتاعتي ساندة على الكرسي من تحت، بحيث ان انا اكون جسمي كله قطعه واحده من الكرسي. افتح كده وابتدي انزل لحد ما رجلي توصل لمستوى ال90 او تحت حاجه بسيطه خالص عشان اعمل اطاله للجلوتس. اكتر من كده ظهري هيبدا يلف ودي مش حاجه كويسه. فهثبت نفسي كويس كده، انزل لحد هنا، ازق لقدام قبل ما ركبتي تتفرد 100% كده، اكون راجع تاني بالشكل ده كده. دايما هخلي ركبتي متنيه تانيه خفيفه. بس كده تقدري تحطي الوزن اللي يخليكي تجيبي من 8 ل 15 عده في مدى حركي كامل. في اخر عدتين لثلاثه تلاقي الحركه بتبدا غصب عنك، ودي كده اسمها الفشل العضلي الميكانيكي. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. لو اول مره تشوفيني سيبي لي متابعه وشير لصاحبتك عشان في بنات كتير بتعمل الغلطه دي. واهم حاجه خلي عندك يقين بالله. سلام.